تقدم لكم قناة خوابي قائمة بالقيمة التسويقية لأغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022. في المرتبة العاشرة منتخب الأوروغواي، توج بكأس العالم مرتين 1930 و 1950. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 395.40 مليون يورو. يتصدر لاعبيه فيدريكو فالفيردي وسط ريال مدريد ب 80 مليون يورو. في المرتبة التاسعة منتخب هولندا، لم يحقق لقب البطولة إطلاقاً. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 472.75 مليون يورو. يتصدر لاعبيه ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ ب 70 مليون يورو. في المرتبة الثامنة منتخب بلجيكا، لم يحقق لقب البطولة إطلاقاً. تبلغ قيمة لاعبيه التسويقية 454 مليون يورو. يتصدر لاعبيه كيفن دي بروين وسط مانشستر سيتي ب 85 مليون يورو. في المرتبة السابعة منتخب الأرجنتين، توج بكأس العالم مرتين 1978 و 1986. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 608 ملايين يورو. يتصدر لاعبيه لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان ب 75 مليون يورو. في المرتبة السادسة منتخب ألمانيا، توج بكأس العالم 4 مرات 1954 و 1974 و 1990 و 2014. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 746 مليون يورو. يتصدر لاعبيه جوشوا كيميتش متوسط ميدان بايرن ميونخ ب 85 مليون يورو. في المرتبة الخامسة منتخب إسبانيا، توج بكأس العالم مرة واحدة 2010. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 805 ملايين يورو. يتصدر لاعبيه نجم برشلونة بيدري وسط مهاجم برشلونة ب 90 مليون يورو. في المرتبة الرابعة منتخب البرتغال، لم يتوج بكأس العالم إطلاقاً. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 882 مليون يورو. يتصدر لاعبيه برونو فرنانديز متوسط ميدان مانشستر يونايتد ب 85 مليون يورو. في المرتبة الثالثة منتخب فرنسا، توج بكأس العالم مرة واحدة 2018. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 886 مليون يورو. يتصدر لاعبيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ب 160 مليون يورو. في المرتبة الثانية منتخب البرازيل، توج بكأس العالم 5 مرات 1958 1962 1970 1994 و2002. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 1.09 مليار يورو. يتصدر لاعبيه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ب 120 مليون يورو. في المرتبة الأولى منتخب إنجلترا، توج بكأس العالم مرة واحدة 1966. تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 1.36 مليار يورو. يتصدر لاعبيه هاري كين مهاجم توتنهام ب 90 مليون يورو.